حمله او حد بيزق في خلق حاله من الكره ضد محمد صلاح. في البدايه قعدوا يقولوا لنا ان محمد صلاح مش مصاب وانه هرب من الماتش وجري جري بسرعه جدا، قلع الاشاره او شرط الكابتن يعني، وما صبرش يكمل دقيقتين ويطلع بين الشوطين، وان الاصابه خفيف ومش سهله. وبعد كده نعرف ان كان في اتفاق بين اداره المنتخب وليفربول على ان محمد صلاح هيروح ليفربول علشان يكمل علاجه، واذا مصر ربنا كرمها ووصلت للنهائي هيبقى يرجع محمد صلاح يلعب ماتش النهائي. فاللي حصل ان كلوب طلع واعلن، وكده يكون محمد صلاح ما اخدش القرار من دماغه. وكمان في حاجه تانية، طبيب المنتخب قال ان محمد صلاح ما كانش عاوز يمشي ويسيب المنتخب. كل ده بالاضافه الى المجموعه اللي قاعدين في الاستوديوهات عاملين نفسهم محللين وهم اساسا مش عارفين حاجه، ركبوا الموج علشان يلاقوا حاجه يتكلموا فيها وعلشان ينولوا الرضا، رضا كاذب اللي هو رضا الجمهور يعني اللي بيتفرج عليه. وكمان شفنا واحد زي ابراهيم سعيد قاعد يقول انا عملتها قبل، ويجيب فيديو لمحمد صلاح وهو قاعد يقول دي مش قعده واحد مصاب، وبعد كده يطلع محمد صلاح مصاب فعلا. طيب حاجه اخيره من ضمن التحليلات اللي اثبت الواقع ان هي كانت خزعبليه، كان بيتقال ان محمد صلاح سافر انجلترا علشان يتجهز لمباراه ليفربول ضد تشيلسي، والمواقع تكتب ان محمد صلاح جاهز لمباراه ليفربول مع تشيلسي، محمد صلاح ضمن قائمه ليفربول ضد تشيلسي، وتتلعب المباراه مباراه ليفربول وتشيلسي من غير محمد صلاح. الحمله كبيره جدا على محمد صلاح، ايه الهدف منها؟ ما تفهمش والله، غير ان يكون في حاله من الكره ضد محمد صلاح. طب لصالح مين؟ برضه ما تفهمش. هو الهدف ان يكون في حاله من الكره ضد محمد صلاح.